السلام عليكم يا حبايبي واصدقائي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كلكم بخير. وقبل ما نبدا كده ما ننساش ندعي لاهلنا في غزه، ربنا ينصرهم يا رب ويقويهم على اللي هم فيه. هنعمل مع بعض النهارده الطبق اللي انتوا شايفينه دوت، اللي هو صدور الفراخ. صدور الفراخ بقى مش هنفضل طول الوقت نعملها بانيه بانيه بانيه. والزيت غالي زي ما انتوا عارفين، وكمان يعني من باب التغيير. طريقة حلوة قوي 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 هتعجبكم وطعمها تحفة، جربوها وعلى ضمانتي. زي ما انتوا شايفين كده، اللهم صل على سيدنا محمد. سهلة وحلوة، بس يعني ايه، ما بنقطعش الصدور دي رفيعة كده زي البانيه، لا بنقطعها يعني محملة شوية. دول التلات أجزاء كده زي ما انتوا شايفين. غسلتهم كويس قوي ونقعتهم بمحلول النقع بتاعنا، اللهم صل على سيدنا محمد. وصفيتهم كويس قوي، مبقاش فيهم ميه، يعني ما ينفعش يبقوا غرقانين ميه كده، علشان لما احط لهم ملح او احط لهم فلفل او اي حاجه يشربوها ما تنزلش مع التصافي بتاعه الميه بتاعتها. فلازم نصفيها كويس قوي. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على النبي. شوية ملح كده صغيرين على كل وش منهم، يعني على الوش وعلى الظهر. شوية ملح وشوية فلفل صغيرين كده، بس مش هنتبلهم اكتر من كده دلوقتي. جيب كده شوية فلفل صغيرين. تصوير طالع فيه الالوان غريبة شوية. بس نمسحهم مسحة كده، ونعملهم برضو على الوش التاني بنفس الطريقة. برضو شوية ملح وشوية فلفل. وبعدين بقى ننقلهم نروح للبوتاجاز بقى. معلش التصوير هنا بطيء شوية، مش عارفة يعني، ما اخدتش بالي، التصوير بطيء شوية. بس كده. هنا طاسة فيها معلقة سمنة بلدي على معلقة زيت كده، حاجة بسيطة زي ما انتم شايفين، بس لازم يسخنوا كويس قوي 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 زي ما بنعمل الستيك كده. طبعا بس انا عشان فاصلة الصوت، المفروض ان احنا لما نحط قطعة الفراخ دلوقتي المفروض تعمل صوت كده جامد، يعني تش كده. يعني لازم تكون الطاسة سخنة جدا عشان القطعة تحتفظ بالمادة السائلة اللي فيها، يعني ما تنزلش ميتها فتنشف من جوه زي ما انتم شايفين كده. بس انا عشان فصل الصوت، بس هو باين يعني من شكل الغليان دوت بتاع الزيت، باين ان لازم تكون الطاسة سخنة جدا. بس الاول هسيبها كده، يعني بسيبها دقيقة او نص دقيقتين لحد ما احس ان شايفة الجناب كده بدأت تلون. ابدأ اقلبها على الجنب ده شوية على الجنب ده شوية لحد بس ما تاخد لون. بدأت اهي، بدأت الجناب بتاعتها تلون. بحاول يعني اخلي السمنة تخش كده في تحت ديت وتحت ديت كده، يعني لان طبعا المفروض ان السمنة المحطوطة مش كتير يعني. اهو بصوا بدأت تاخد لون، هي مش قوي بس بدأت تاخد لون. سيبها شوية صغيرة، بعدين اقلبها كده وكده لحد ما تاخد لون، بس مش لون قوي يعني، لان احنا برضو عايزينها في الاخر تبقى فاتحة، يعني تاخد صدمة بس مش لون قوي، يعني تاخد لون بسيط. يعني كده معقول.
بس المفروض بتاخد لون من الناحية ديت ومن الناحية دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. بس كده خدت لون. نبدأ بقى نشيلها، ونفس بقى المادة الدهنية اللي عملنا فيها ديت هنكمل فيها بكمية توم حلوة كده. المفروض ان احنا نحط لها كمية توم حلوة، لان التوم بيدي لها طعم حلو قوي. هنشوح التوم تشويحة كده. اهو اتشوح التوم زي ما انتوا شايفين، ما بيتشوح في السمن كده، ريحته جميلة، بتطلع ريحة جميلة يعني. ننزل عليه بقى ببصلاية كبيرة كده متخرطة، تتشوح معاه برضو. هي طريقة جميلة وسهلة وتجديد. اهي اصفروا الاتنين كده مع بعض، اصفروا. ننزل بشوية كده من الكزبرة الخضراء مع البقدونس، بس افضل يعني تكون الورق بتاعها، يعني مش عايزين قوي العيدان ديت. بتدي برضو طعم جميل، وهي بتتشوح كده بتدي ريحة حلوة قوي. تشويحة بسيطة كده. ومعانا يعني 3/4 كوباية شوربة، ونص كوباية حليب، زي ما انتم شايفين كده. عملوا مع بعض الكوكتيل ده كده، عمل مع بعض شكل جميل قوي. خدوا مغلوة، وهننزل بقى بالفراخ عشان تكمل سواها. شوية بقى صغيرين من الملح، وشوية بهارات فراخ، وبس كده. زي ما انتم شايفين كده، وهنسيبها تكمل سواها. نغطيها بقى بعد ما تغلي، نهدي النار ونسيبها تكمل سواها. اهي بدأت تخش في السوا، استوت بقت تمام. شايفين الصوص اللي حواليها شكله ايه؟ تحفة، وطعمه تحفة، وريحته تحفة. زي ما انتوا شايفين كده، جميلة جميلة والله، جميلة. طعمها حلو وريحتها حلوة، والصوص اللي حواليها ده حلو، مع شوية رز بقى كده ولا حاجة. حاجة تحفة، بسم الله ما شاء الله. حلوة وتغيير، ولا زيت ولا وجع قلب. ان شاء الله تعجبكم، وصباح على ألف خير.